اليوم نرجعكم لزمان ونديروا حلوى قرن غزال بحشو التمر. حلوى تقليدية جزائرية قديمة، كانوا يحضروها في الزمن الجميل ويقدموها في المناسبات والقعدة الزينة مع الأحباب. السلام عليكم متابعاتي الكريمات، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. جبت لكم اليوم هذه الوصفة التقليدية الجزائرية من قلب المطبخ الجزائري، وصفة قرن غزال اللي كانوا زمان يقدموها مع الاتاي، من أروع ما يكون بحشو التمر الطري. نحنا نسميوه في الشرق الغرس. تجي حلوة من أروع ما يكون، بنة وطراوة تذوب في اليد قبل الفم. كما تشوفوا أمامكم جات مورقة، لاباط تاعها هايلة، عجينة سحرية تليق للتشارك، تليق للمقرقشات أو القريوش. خلينا نشوفوا مع بعض طريقة تحضير هذه لغوسات الأكثر من رائعة. نجوز مباشرة لطريقة التحضير، ما عليكم غير تبقوا معايا لنهاية الفيديو ونكتشف مع بعض هذه الوصفة التقليدية الجميلة. في الريسيبيون تاعي أنا رايحة نوضع 3 كيلات من الفرينة تكون نوعية جيدة. 3 كيلات، كل كيلة راح تكون ممسوحة من الفرينة. 3 كيلات رايحة نضيف ليهم 2 ملاعق من الأكل سكر ناعم، بلا ما ننساو القرصة تاع الملح اللي رايح تعطي لينا نكهة وتصحح لينا الذوق. حنحركوا النواشف كامل مع بعضهم. من بعد رايحة نضيف ليهم كيلة، نفس الكيلة اللي عملت بيها الفرينة، راح ندير كيلة سمن الدايب اللي لازم يكون بارد. وبنفس بعد ما ضفت السمن اللي قلت لازم يكون بارد باه تنجح لينا هاد لاغوسات، لازم السمن يكون بارد. راح نبدا نحرك هادو المكونات كامل مع بعضهم، او بمعنى اخر نبسس الفرينة تاعي حتى يدخل السمن بيان كوم يلفو كما تشوفي امامك. ومن بعد رايحة نجمعها بماء الزهر. بنفس الكيلة راح نعمرها بماء الزهر ونبدأ نجمع في المكونات تاعي حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. كما تشوفوا امامكم عمرت الكيلة هذيك اللي كيلت بها الفرينة والسمن بماء الزهر، ونضيف غير بشوية ونعجن حتى نجمعها ويعني نتحصل على عجينة تكون طرية. راح نضيف غير بشوية، ما نضيفش الماء الكيلة كامل في مرة، لا، راح نضيف غير بشوية ونعجن حتى نتحصلوا على عجينة طرية. كما نشوفوا امامنا هنا العجينة تاعي طلبت لي كيلة يعني كاملة من ماء الزهر، لانه حسب نوعية الفرينة كاينة اللي تتشرب كاينة اللي يعني ما تتشربش. بعد ما جمعت الفرينة تاعي راح نحطها سير لو بلان دو طرافاي ونبدا نعجنها شويه، يعني حوالي 2 دقائق يعني نعجنها بكف اليد كما تشوفي امامك. بعدها راح نغلفها ونحطها بجيه باه تريح، وننتقلوا لي يعني تحضير الحشو تاعنا. الان راح نبدا نحضر الحشو. للامانه انا التمر تاعي او الغرس انا دائما نكون محضره كونتيتي مليحه ونخبيها في الفريكو. انا هنا التمر تاعي يعني خرجته من الفريكو تجاره، يعني محضر من قبل يعني، وخليته حتى ديكونجيلا بيان كوم يلفو ولا لي طري. ما عليك غير متابعة الكلمات، تجيبي كمية من التمر بعد ما تكوني رحيتيه ونقيتيه ايتو، رايحة تضيفي له ماء الزهر والقليل من المارغرين وتبداي تعجني فيه حتى لي يولي طري. ومن بعد راح تضيفي له الجلجلان كما تشوفي امامك. انا فقط كنت ديجا محضراته من قبل. طريقة تحضيره هي سهلة. الآن رايحة نبدأ يعني نشكل فيه إلى حرابش صغار، دي بودا، دي بتي بودا، يعني كل وزن بودا يعني حوالي 15 جرام كما تشوفوا أمامكم. أنا وزنتها هنا يعني كل يعني بودا أو كل كرة من التمر الوزن تاعها حوالي 15 جرام. أما العجينة الوزن كل كرة بعد ما شكلتها إلى كريات، الكرة توزن حوالي 25 إلى 30 جرام. التمر 15 جرام الوزن تاعها، والعجينة راح نشكلها إلى كرات الوزن تاعهم حوالي
من 25 إلى 30 جرام. كما تشوفوا أمامنا الآن راح نبدو نشكلو الحلوى تاعنا. أنا يعني خديت كرة حطيتها على البلان دو ترافاي وبديت نحل فيها بالحلال. كما تشوفي أمامك لازم تكون رقيقة، يعني ضروري تكون يعني العجينة تاعي نفتحوها تكون رقيقة باه تجينا من بعد مورقة، ما تجيناش معجنة، باه تجينا الحبة تاع الحلوى تاعنا مورقة. نحط فيها هذاك يعني البودان تاع التمر او الغرس ونبدا نلفها بالعجينه. كما تشوفي الفيديو راه يحكي على نفسه، راه واضح. بعد ما حطيت البودان في العجينه اللي كنت فتحتها تكون رقيقه، ضروري تكون رقيقه، نبدا نلفها بهذا الشكل. نحاولوا انه الاطراف تاع الحلوى تاعنا تكون ارق من الوسط، تكون شويه بومبي، باه نتحصلوا على شكل الحلوى تاعنا يكون شكله هايل، يكون يعني يعطينا يعني شكل يعني شكل قرن غزال. كما تشوفوا امامنا راح نلفوا ونخرجوا هذيك الهواء في الحلوى تاعنا، باه من بعد كي ندخلوها للفرن ما تتنفخش لينا. اكتفيت بهذا القدر، لفيتها ومن بعد نضغطوا من الاطراف ونغلقوها. كما تشوفوا امامكم الحلوى تاعنا راح نغلقها باه ما تتفتح لناش، ونضغط الاطراف ونحاول اني نعملهم يعني الاطراف تاعها بهذا الشكل. حنغلق ونضغط الاطراف كما هكذا كما تشوفي امامك. نظن انه يعني العملية واضحة. راح نغلقها ونعاود يعني نلفها ونروليها على البلان دو ترافاي. العجينة من اروع ما يكون، لينة العجينة بعد ما خليتها ريحت يعني طوعتني في العمل تاعها. كما تشوفوا راح نضغط، راح نتخلص من يعني العجينة اللي راهي زايدة، لكن حذاري لازم تكون مغلوقة باه ما يخرج لناش من بعد التمر لما ندخلوها للفرن. راح نعملوها بهذا الشكل، وكوني اكيده بلي ما راحش تتفتح لك وراح تبقى حاكمه هكذا وشاده الشكل تاعها بعد ما تدخليها للفرن وبعد ما تنضج. لكن بعد ما تتبعي معايا واحده النصيحه بعد ما نكملوا ان شاء الله الحلوى تاعنا، قبل ما ندخلوها للفرن حنقول لك النصيحه اللي تتبعيها باه تبقى شاده الشكل تاعها. حنحضروا حبه واحده اخرى، راح نتبعوا نفس الطريقة اللي حضرنا بها الحبة الأولى، لكن أنا راح نحضر كل مرة 3 حبات وبعدها رايحة ننقشهم، ومن بعد رايحة نحضر حبات واحد اخرين. يعني هنا أنا لما نحضر 3 حبات راح نعطي الوقت للحبات الأولين اللي حضرتهم إنهم يريحوا، باه كي ننقشهم يبقوا شادين هذاك النقش تاعهم. يعني نظن إنه شرح واضح. راح نخدم ب3 حبات وننقش، باه كل حبة ننقشها تبقى شادة ليا هداك النقش تاعها لما ندخلها للفرن ما تروحش هداك النقش اللي رايحة نعمله لها. كما تشوفوا الآن في يعني الكوبات حطيت الحبة تاعي وبديت ننقش فيها بهذا الشكل، وهذا هو الشكل تاعنا، وهذه هي يعني الشكل اللي حبيت نتحصل عليه. رايحة نكمل الحبة تاعي نحطها في صنيوة ونكمل باقي الحبات تاعي حتى يعني نكمل الكمية كاملة، لكن ما ندخلهاش للفرن مباشرة، راح نخليها تريح حتى ساعة ومن بعد ندخلها للفرن اللي نكون ديجا يعني فتحته قبل بوقت على درجة حرارة 180 درجة. نحطها في الرف الأوسط بلا ما نغفل عليها، هي تاخذ شوية وقت في الفرن حتى تاخذ لي اللون دوري من الأسفل. نفتح عليها من الأعلى، نهبط الصنيوة تاعي للرف السفلي ونخليها تاخذ اللون الذهبي، ما خليهاش تحمر يعني باه ما يتحرقش التمر الداخل، لأنه لما يعني تتحمر لينا راح يتحرق التمر أو الغرس وراح يجي لينا يابس. لكن لما نطيبوها الطياب تاعها سوا رايحة نتحصلوا على حلوى تكون خفيفة وتذوب في اليد قبل الفم. كما تشوفوا امامكم راح نكمل الكمية كاملة ونشوفوها لما ندخلها للفرن انها بقات محافظة على شكلها، والسر في ذلك هو اني ما دخلتهاش مباشرة للفرن، رايحة نخليها تريح باه ندخلها للفرن. هنا الحلوى تاعي راهي في الفرن، يعني بعد ما ولات اخذت لون دوري من الاسفل وحليت عليها من الاعلى.
راح نشوفوها بإذن الله بعد ما يعني خرجها من الفرن. حافظت على شكلها، بقى النقش هذاك اللي عملته كما هو، كما دخلتها كيف ما بقات محافظة على شكل هذاك النقش تاعها. وهذا هو الشكل تاع الحلوى بعد ما خرجتها من الفرن. كما تشوفوا امامكم النقش راه واضح، ما يعني بقات كما هي. كما تشوفوا امامكم هذه هي الحلوى تاعنا بعد ما خرجتها من الفرن. درك رايحه نعسلها باه يعني تكتسب هذيك اللمعه، وكذلك العسل راح يزيدها بنه. بعد ما نعسل الحلوى تاعي ونخليها يعني تتسقطر، رايحه نحطها في الكيسات ونشوفوها مع بعض في طبق التقديم. مشاهده ممتعه. وهذه هي الحلوى تاعي بعد ما كملتها، بعد ما عسلتها حطيتها في الكيسات، وهنا راهي في طبق التقديم. تحصلت على حلوى قرن غزال بحشو التمر من أروع ما يكون من قلب المطبخ الجزائري. اليوم بارتاجيت معاكم، أو بالأحرى شاركت معاكم من أروع حلوياتنا التقليدية اللي تتقدم مع لاتاي وتتقدم في القعدات الزينة مع الأحباب. متابعاتي الكريمات إن شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها ومش راح تندموا. أكيد راح تعجبكم وراح تعتمدوها في تقديمها مع يعني هي تتقدم، هي الأنسب تتقدم مع كوب من الشاي ولا أروع. شوفوا كيف ما جاتني مورقة بعد ما قسمت حبة، جات من أروع ما يكون. متابعتي الكريمة ما تنسيش يعني أنك تضغطي على اللايك، بدعمكم نستمر. يعني تضغطوا على الزر وتفعلوه باه يوصلكم كل جديد من حلوياتنا، لأنه أنا أعشق حلوياتنا التقليدية. لي الفخر أنه من قلب المطبخ الجزائري كل مرة نشارككم حلوى من حلوياتنا الرائعة. مبقى لي غير نقول لكم تبقاو في أمان الله وحفظه.